4 طبقات، كل طبقة منهم حاجة كده وهم حاجة طعمها حلو قوي. الفيديو ده مش هتلاقيه عند اي حد، ده من اختراعي، طعمه حلو خالص. قطعة هتجر قطعة هتجر قطعة من حلاوتها وجمالها، مش هتستنى. طب ندخل الفيديو بقى ونشوف احنا عملنا الحلاوة دي ازاي والطعامة دي ازاي. هتغسلي البطاطا عندك وهتجيبيها، تمام. وكمان هتجيبي سكر ونشا، 3 معالق سكر كبار و3 معالق نشا، هنحطهم الاتنين في حلة كده. وهتجيبي نص كيلو لبن وهتحط عليهم وتقلبي، وبعد كده هتحطيهم على النار. لو عايزاها دسمة وطعمها حلو قوي، بعد ما تقلبيها على النار والكريمة تتماسك في بعضها، هتحطي معلقة زبدة او معلقة سمنة، تبقى خطيرة قوي. لو عايزاها خفيفة لا خلاص، بعد ما تتجمد الموضوع خلاص خالص، هتبقى برضو طعمها حلو وخفيفة. هنجيب بقى البسكويت، بسكوت المدارس، بسكويت تشتريه زي ما انت عاوزة او المتوافر عندك. هنحطه كده وهنفرمه، بس قبل ما نفرمه طبعا هنحط الزبدة او السمنة 3 معالق، 3 معالق مليانين حلو قوي عشان تبقى رملية وتتماسك معانا بسرعة في قلب الصينية. هيتفرم ناعم، مش عايزاه خشن. اهي الكريمة خلاص استوت معانا، والبطاطا كمان خدناها على النار في مية واستوت. لو عايزة تشويها في الفرن وتطلعي قلبها مفيش مشكلة. لو عايزة تقطعي البطاطا وتقشريها وبعد كده تسويها في مية وشوية سكر، لو بتحبي الحاجة مسكرة قوي برضو حلو، بإيدك كل حاجة. بس أنا بحس إن كده أسهل، اما تغسليها وتحطها في النار وبعد كده تقشريها وتطلعي اللي فيها، أسهل ما تقعدي تقشري فيها بالمقشرات البطاطس. بس الطريقة اللي تعجبك اعملي بيها. وهي سخنة كده انا طلعت البطاطا منها كده بالمنظر ده، وهبدأ ان انا افرمها او بالمعلقة او بالشوك لان هي مستوية قوي. وهحط عليها نص كوباية لبن، وكمان سكر، 3 معالق سكر كبار. وبعد كده هحط فيها البسكويت. البسكويت بيديها طعم، بكمان لو في زيادة لبن او في زيادة ما هتتكتلش وهتجمد مع بعضها، البسكوت هيشرب. هي ليه كذا ميزة البسكوت ما تحطيه على البطاطا. هتحطي علبة بسكويت كده بالمنظر ده، هتمتص كل السوائل الزيادة وهتدي كمان للبطاطا طعم حلو قوي. ما تحطش كتير، هو باكو واحد بس. هنجيب الصينية وهنفرد فيها السمنة بالمنظر ده، وهنحط عليها البسكويت اللي احنا طحناه واللي احنا فرمناه. هتبدأي طبعا تفرديه، ادي الطبقة الأولانية من الصينية الخطيرة بتاعتنا. هنفرد بالمنظر ده لحد ما تستوى في الصينية. بأبسط الأشياء ممكن تعمليها تفردي بيها. اضغط عليها جامد عشان لما تطلعيها تبقى متساوية وتبقى اخده كفر تحت كده ما تتهرتش معاكي. بعد كده هحط طبقة البطاطا وهسويها. في المرحلة دي لو عايزة تحطي مكسرات حطي، عايزة تحطي جوز الهند حطي، برضه هيدي طعم حلو قوي للبطاطا. المتوافر عندك. سويناها بالمنظر ده، هنحط بقى الكريمة نسوتها برضو. حاسة ان الطبقة مش مرتفعة، ممكن تزودي شوية لان لسه في طبقة تانية، ويستوى كل الجوانب ببعضها. بعد كده هنجيب الجلاش وهنفرده وهنحط عليه كل طبقة من الجلاش سمنة بالمنظر ده. هتحط عدد طبقات لغاية ما ترتفع معاكي في الصينية. طبعا الجوانب دي انا مش عايزاها تتحرق فدخليها جوه. هتحسي طبعا ما تحط الجوانب كده في الصينية، هتحسي ان هي ارتفعت من الجناب ومن الوسط صغيرة او منخفضة كده. هنحط ورق، هتقطعي الورقة 2 وتقوم حطاها
وبعد كده تجيبي ورقة سليمة وتحطيها بعد ما تحسي ان كله تساوى مع بعضه الجلاش، مفيش حتة عالية وحتة منخفضة. لما تسويها خالص ممكن الجوانب بقى ديت تحطيها كده في الجنب، اهم حاجة ما تكونش مرتفعة عشان ما تتحرقش. اعملي بنفس الخطوة بنفس الطريقة دي، هتطلع معاكي جميلة جدا. كل طبقة بنحط سمنة، حطي 5 طبقات، حطي 6 طبقات زي ما انت عايزة، بس كتر ما تكتريها بصراحة بتبقى احلى. وبعد كده بعد ما نخلص كل الطبقات اللي احنا عاوزينها نحطها في الفرن. في الفرن هتاخد وش، بس ما تخليش الفرن من تحت ومن فوق، لا انا عايزاها تاخد وش للجلاش بس، لان كل الحاجات اللي تحت مستوية، يبقى هتاخد وش بس. قبل ما نحطها في الفرن هنعمل ايه؟ هنقطعها، قطعها بالمنظر ده، بس حاولي وانت بتقطعيها الكريمة ما تبانش منها تتحرق وتبقى مش حلوة خالص. شوف انا عملت ايه، بساويها وبسيس عليها علشان الكريمة ما تطلعش كده، اسهل ما انت تحمريها وبعد كده تقطعها هتتهرد معاكي. بمناسبة بقى ان انت عايزاها تبقى متماسكة وما تتهردش معاكي، غطيها بعد ما تتحمري هتبقى حلوة جدا. هتحطي العسل، عسل عادي شربات عادي، او هتحطي لبن محلى. حطي الموجود عندك، المتوفر عندك حطيه على الوش، مش هشترط عليكي، بس كده كده لازم تحطي عليها عسل عشان يبقى طعمها حلو. هنقطع مع بعض وهي سخنة كده مش هتبقى متماسكة، لازم تقطعيها بعدها ب3 ساعات او بعدها بيوم هتلاقيها متماسكة، والطبقات ال4 طبقات بانوا، لكن بالمنظر ده تلاقيها كلها سايحة في بعضها. بهوريكم برضو بالطريقتين، بالطريقة وهي سخنة وكمان وهي بردت بعد ما اتحطت في التلاجة. شوفي سايحة معانا ازاي، مش متماسكة بس برضو حلو وشكلها حلو. هنشوفها بقى بعد كده تاني يوم، أول ما تحطيها 3 4 ساعات كده في التلاجة هنشوفها متماسكة والطبقات كلها باينة وشكلها حلو قوي، وطعمها ولا أروع من كده. جربيها بجد تحفة ومغذية جدا لولادك، ومن باب التغيير وحاجة جديدة. شوفوا بعد ما جمدت ما شاء الله بقى شكلها جميل قوي وتحفة قوي، متماسكة ازاي والطبقات كلها بانت ما شاء الله على جمالها وطعمتها. يا رب تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات تاني ايه رأيكم فيها، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله.